زي ما اتفقنا، خليك مع عبد الحميد هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجة لها تعديل. طبعا القايم ده بتاع اي 46 بي ام دبليو موديل 2004، عشان بس الناس اللي بتتفرج على التيك توك او الفيسبوك. ومش معنى ان احنا بنرجع القايم ده احنا نرجع اي حاجة. بالاضافة الى يا جماعة، الناس فاكريني انا بتاع تصليح، انا يا جماعة بتاع قطع غيار، بس دي هواية وده فن. وانا كنت المخترع المصري وعلى التيك توك والفيسبوك، وطبعا الحمد لله اول اي ما تكتب على اليوتيوب او اي حاجه المخترع المصري يطلع لك اول بفضل الله. الاضافه الاخرى ان احنا هنا مش بس بنصلح، او احنا دايما صحابات فكره. يعني الموضوع كله ان انت تبقى صاحب فكره، وبفضل الله والحمد لله ربنا مقدمنا. بصوا القايم مفيش حاجه فيه نافعه، كل حاجه زي ما انتم شايفين. هو القايم ده اول مره اعمل قايم كده طبعا، وانا ما بصورش حاجه وانزلها الا لما تكون حاجه صعبه جدا جدا جدا. الاضافه الاخرى ان انا الفيديو اللي بعمله مره ما بعملوش تاني، يعني بعمل فيديو جديد خالص. يعني كل يوم احنا لينا فيديو مختلف. طبعا احنا بتشجيعاتكم وبكلامكم الجميل بنوصل للمراحل الاعلى والجيده. اما بالنسبه للماده يا جماعه، عشان الناس كتير عماله تكلمني على الماده، مش عايزين نتكلم عنها تاني. الماده معموله من 10 بنود، والماده دي غاليه جدا، ولو قلت لحد اعملها مش هيعملها. وزي ما اتفقنا اولها علب البيئه، ومحدش يحط علب البيئه ولا حد يرضى يعمل الكلام ده. وقلت قبل كده اللي عايز شويه يلحم بيهم حاجه في عربيته ولا حاجه، انا خدام اي حد، والناس كلها على راسي طبعا. اما بالنسبه اللي عايز يشتري لو هو صنايعي ولا حاجه، برضه احنا بنبيعها مفيش مشكله. اما بالنسبه بقى انت تقول لي عاملها من ايه مش عاملها من ايه، انت ما سالتش اللي عمل الامير انت عملته من ايه، ولا اللي صنع الثلاجه صنعتها من ايه، ولا اللي صنع العربيه صنعتها من ايه. اشمعنى لما يجي مصر يعمل اي حاجه يقولوا انت عاملها من ايه؟ هو يعني معقوله وفي لغه الصناعه او في لغه اي حاجه ان المفروض تقول انت عملت من ايه؟ لا على فكره مش بخلان عليكم، وسهل جدا اقول لكم عملتها من ايه، بس ما حدش هيعملها. فباختصار بدل ما اقعد اضيع وقتي في عملتها من كذا، وطب بتحط كام جرام، طب هنا بتحط كام ملي، طب هنا بتحط، انا باختصار اللي عايز يجي ياخد، وانا تحت امر اي حد. عشان ما نتكلمش في الماده تانية يا جماعه وحد يقول لي الماده دي عاملها من ايه. ليها بدائل بالنسبه للناس اللي بره، اخواتي وحبايبي. بالنسبه للناس اللي بره كلهم اخواتي وحبايبي وكل الناس على راسي طبعا. ان الماده ديت ممكن بديلها بودره التلج، ممكن بديلها اللهم صل على النبي بودره تيل، ممكن بديلها براده حديد، ممكن بديلها طفي سجاير، ممكن بديلها فل، ممكن بديلها حاجات كتيره قوي، بس مش هتطلع بنفس الجوده والماتيريال. عشان بس محدش يقول لي انت سوحتنا او قلت لنا حاجه تانية. اما بالنسبه للماده دي اللي يتعامل بيها لازم يتعامل بيها بحرص جدا، لانها قويه جدا وبتاذي لو في حاله ان انت بتشتغل بيها من غير سيفتي يعني. اما بالنسبه للناس اللي قالت لي البس الجوانتي، فانا لبست الجوانتي وبيحرق في ايدي وبيلزق، وده اللي بيحصل كل مره، عشان كده ما برضاش البس الجوانتي يعني. تمام. طبعا ايدي بتتعبني، وطبعا بهدله، وطبعا كل حاجه، بس اهو بنحاول نراضي وبنحاول نعمل كل حاجه حلوه لحد ما ربنا يكرمنا ان شاء الله، وهنعمل سيفتي كامل للكلام ده وتعديلات كامله باذن الله. بصوا القايم عامل ازاي يا جماعه، وهنا طبعا القايم 100 حته. تمام. وانتوا اللي هتشوفوا بنفسكم، خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا القايم عامل ازاي. طبعا ربنا يوفق الناس كلها، وكل الناس جميله وكل الناس بخير. وطبعا انا بشرح كل تفصيله علشان اخواتي صاحب عربيه وعايز يعمل ده ببيته وبلده بعيد عني، صنايعي وعايز يعمل ده ويكمل شغله، صاحب عربيه، حد في بلد اخرى. انا بشرح ده عشان كل اخواتي وكله يستفيد. انا مش بخلان على اي حد باي حاجه، كل الناس على راسي، كل الناس اخواتي، وبشكر كل حد بيقول كلمه كويسه وكلمه طيبه. وبرضه اللي ما بيقولش كلمه طيبه وبيقول كلام معترض يعني برضه بشكره وشكرا ان هو اعترض. وكل واحد كل اناء ينضح بما فيه، كل واحد يقول اللي في نفسه، وكل واحد ربنا يوفقه. انا ما عنديش مشكله في اي حد. اما المفروض ومن امن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. المفروض ان احنا نقول كلمه كويسه يا نسكت خالص وكل واحد يخليه في حاله. اما انا بدعي للجميع وربنا يوفق الناس كلها، واشوف الناس كلها بخير يا رب دايما، وتحياتي لكل الناس. وزي ما انتم شايفين احنا شغالين تفصيله تفصيله كده لحد ما نرجع القايم ده قايم، لحد ما نرجعه مظبوط بفضل الله. خليكم معايا لاخر الفيديو، بصوا قد ايه هو مفتفت. ده جاي لي مفتفت والله. والله صاحب السيارة قال لي أنا لو ما كنت قاعد وشايفك بتعمله قدامي لأقول ده مش بتاعي، لأن طبعا هو شايفه 100 حتة. طبعا كل ده ما بيبانش في الكاميرا قوي زي الطبيعة أيا كانت الكاميرا، بس برضو في حاجات تفاصيل ما بتبقاش واضحة.
لازم كل ده عشان يبقى واضح محتاج ان احنا نكون مظبطين الدنيا واضاءة اعلى وشغل اعلى. بس احنا طبعا مش هنجهز كل التجهيز ده عشان في الاخر بشرح فيديو، فانا بشرحه والله، ويعني بنعمل اللي نقدر عليه. بدعواتكم ان شاء الله نتقدم ونوصل لاحلى واقوى. وتحياتي لكل الناس، ونفسي كل الناس طبعا. انا عندي تقريبا 100 وحاجة الف متابع. طبعا المفروض لو كل واحد عمل لايك واحدة بس احنا عدينا ان شاء الله، وناس كتير شافتنا. وطبعا اتمنى ان كل الناس تعمل اكسبلور زي ما بيقولوا، علشان ان ناس تانية تشوف وناس تانية تستفيد. وانت برضو بتستفيد حسنات طبعا انك بتودي الفيديو لاماكن اخرى. انا مش فارق معايا، انا عشان الناس تستفيد. واللي عايز يعمل ده يعمله. ده يعني دي حاجة كده ايه، فضلا وليس امرا. يعني مش بأمر حد بحاجة. هنا طبعا احنا بنحط كليبس صاج علشان مكان الكليبس ما كانش موجود اصلا، فهنلحمه ونلحمه بقوة عشان بعد كده ما نقرط عليه يطلع بشكل قوي جدا، ويبقى مفيش بعد كده. تمام. خليني اقول لكم ان شاء الله كل مرة بنوصل للاحلى والاقوى، وان شاء الله نفضل نوصل للمرحلة الجيدة على طول باذن الله بدعواتكم. بصوا الايام ما شاء الله يا جماعة. احنا هنا بننظف بقى طبعا وبنجلخ، علشان لو في شروخات مش باينة بتبقى واضحة بقى بعد ما بنشيل القماش وبنشيل مش عارف ايه وبنشيل كل حاجة. فبيجي الكلام ده يوضح قدامنا بقى نبتدي ننظفه. طبعا ما تجلخش القايم قبل ما تلحمه علشان ما يسيبش منها خالص. الاضافه الاخرى ان احنا لازم نعمل الحاجه مظبوطه وبشكل جميل وبشكل كويس علشان نوصل للمرحله الجيده. تمام. خليني اقول لكم ان انتوا طول ما احنا مع بعض بنشجع بعض نوصل الاحسن. اما بالنسبه للناس اللي هي بتشوف ان انا كلامي كتير او بتاع، يتخطى الفيديو، يا يتفرج يا ما يتفرجش، يا يجيب اول الفيديو واخر الفيديو. الناس اللي حافظانا بتجيب قبل وبعد، والناس اللي لسه عايزه تشوف الشغل وتتفرج عليه مفيش مشكله، يتفرج وياخد باله ويقدر يتمعن في الفيديو ويقول لنا رايه. واحنا الحمد لله بشهاده الشهود احنا عاملين شغل زي الفل. وان شاء الله يعني ده بعد كده هيبقى براند قوي جدا، وعنوانه هيبقى خليك مع عبد الحميد، هيرجع لك القديم جديد. ومع عبد الحميد مفيش مستحيل واي حاجه لها تعديل بفضل الله. دي احنا نفسي كل اجيالنا وكل اولادنا يطلعوا بالجمال ده وبالطريقه دي. مش معنى كده ان انا واخد مقلب في نفسي وبقول انا جميل انا اقل الناس، بس انا نفسي نبقى كده فعلا، وكل حاجه يبقى ليها حل. كلمة القديم جديد دي يا جماعة خليكم فاكرين مش بس في العربيات، لا ده في المنزل، ده في الأوضة النوم اللي باظت، في الانتريه اللي باظ، في الغسالة اللي باظت، في التلاجة اللي باظت. ما ينفعش يا جماعة تبوظ ترمي، لا جيب لها قطع غيار ورشها ورجعها جديدة، اعمل لها إعادة تدوير تاني. على فكرة إعادة التدوير دي مفيدة ومهمة في نفس الوقت. مش هيكون في استهلاك، مش هيكون في شوائب وزبالة وحاجات بتطلع بايظة، مش هيكون في برضو في نفس الوقت حاجات تضرنا. يعني هنرجع كل حاجة كما كانت. في نفس الوقت انت بتستهلكش فلوس، في نفس الوقت انت بتكون بأقل التكلفة، في نفس الوقت بيكون الشغل عالي. اما بالنسبة للشغل فبيكون هاندميد، والهاندميد ده يا جماعة متعب جدا. وعشان في ناس بتجيلي بتفتكر ان الشغل ده اسمه شغل الخام، ده مش شغل الخام. خلينا متفقين ان مع عبد الحميد بنرجع القديم جديد. دي حط تحتها 100 شرطة، علشان احنا هنا مش بنصلح، احنا بنرجع القديم جديد. يعني بنتعب في الحاجة. على فكرة القايم ده واخد وقت طويل جدا عشان يرجع بالشكل اللي انت شايفه ده. مش بقى شقلب وقلب ويلا هوبا رجع سليم يلا كده خلاص اللي بعده. لا طبعا احنا بنشقى وبنتعب. طبعا بدعواتكم ربنا بيقوينا، وربنا يعين الجميع يا رب. واشوف كل الناس احسن مني. انا اتمنى كل الناس بخير يا رب، ويا رب يكرم الناس كلها. طبعا احنا بنلمح اللاين هنا علشان ده مهم جدا ان انت تطلع اللاين مظبوط، علشان لما يجي يركب على العربيه يبقى مطبع. وده هتشوفه في اخر الفيديو ان شاء الله. طبعا بعد ما بننضف كده وبنخليه ازاز، بحيث ان احنا لما نيجي نكسي يطلع بالشكل الجميل ده، لا مضعضع بقى ولا مطبات ولا اي حاجه خالص، والشفه بتبقى ماشيه زي الفل. وهوريك اللاين دلوقتي زي ما انتم شايفين. ده لحمنا من جوه عشان ممكن الناس تشوفه بعد ما اتعمل تقول لك ده مش هو ده اللي كان معاه. طبعا يا جماعه ان شاء الله زي ما انتم شايفين، وتقولوا لنا رايكم بما يرضي الله يعني. تمام. ورأيكم يهمنا. وطبعا كل الناس على راسي، وبحيي كل الناس سواء بقى مؤيد او معارض.
كل الناس على راسي وكل الناس اخواتي، وتحياتي للجميع وبشكر كل الناس. وهنا اللاين ماشي مظبوط اهو زي ما انتم شايفين، مفيش حاجه معوجه عشان ما حدش يقول لي ده في عوجه في بتاع، هو بيبقى مايل كده سنه اوريجينال. وهنا لما بيركب في العربيه انا بس بعمل لكم تيست، هركبه دلوقتي، اشيل اللي جوه الابيض اللي انتم شفتوه ده، كان مكان اللازق القديم كانوا لازقينه بسيليكون وكلام من ده. انا هنا ما فيش حاجه بسيليكون، هو هنا ماشي مع الجلد كويس، هو مقفل مع الطابلوه من تحت كويس، ده تعرف الحاجه المظبوطه، ومن فوق مقفل مع فرش السقف كويس بالملي اهو زي ما انتم شايفين، كل حاجه مظبوطه. طبعا اللون هنا من الكاميرا والاضاءه، لان احنا بنصور بالليل زي ما انتم شايفين، احسن حد يقول ده وسخ ولا حاجه وما بتوسخش من ايدي. في ناس بتفتكر ان ايدي بتوسخ الحاجه، لا طبعا الحمد لله استنونا في فيديو جديد وفكره جديده وحل مشكله جديده.